ليه في ناس بتحب بعض وبرضه مش حاسين بالحب؟ المشكلة هنا مش في المشاعر، المشكلة في الطريقة اللي الناس بتحب بيها بعض. في كتاب حلو قوي اسمه لغات الحب الخمسة أو The Five Love Languages بتاع دكتور جاري تشابمان. بيقول فيه إن كل واحد فينا عنده لغة حب معينة بيفهم بيها الحب، ولخصهم في 5 لغات أساسية. أول واحدة Word of Affirmation أو كلمات التقدير، إن حد يقول لك كلمة حلوة أو يقول لك أنا فخور بيك، ده هيفرق معاك أكتر من أي حاجة تانية. تاني لغة هي quality time أو الوقت، إن حد يقعد يقضي وقت معاك بتركيز، ما يبقاش distracted بتليفون أو في حاجة تانية. تالت حاجة الجيفت ريسيفنج، إن حد يجيب لك هدية، وهنا الهدية مش بقيمتها خالص، هنا الهدية إن هو افتكرك وعبر لك عن حبه بالهدية دي. تمام. رابع حاجة الاكت اوف سيرفيس أو الأفعال، إن حد يعمل لك حاجة، يعمل لك خدمة، يريحك، يساعدك، يعمل حاجة عشانك. خامس حاجة هي الفيزيكال تاتشز أو اللمس، وده بيبقى إحساس بالأمان. طب فين المشكلة هنا؟ المشكلة إنك بتحب الناس بلغتك أنت مش بلغتهم هم. تمام؟ فأنت بتدي الحب بس الطرف التاني ما بيبقاش حاسه. طب إيه الحل؟ الحل إنك تتعلم لغة الطرف التاني وتحاول تديها له. ومثلا عندك أنت word of affirmation، فاللي بيحصل ان انت بتروح تتكلم لغتك دي مع الطرف الثاني وتروح تعبر له، بس دي بطريقتك انت، وهو مثلا يكون كواليتي تايم، فانت ممكن تكون ما بتقضيش وقت مع الطرف الثاني ده خالص، بس انت بتقول له كلام حلو وحاسس ان انت بتدي له حب، بس الطرف الثاني مش حاسس بيه. ليه؟ لان لغه الحب بتاعته مختلفه عن لغه الحب بتاعتك انت. تمام. زي مثلا لما تكون قاعد مع واحد ياباني وانت بتحاول تكلمه عربي وهو بيحاول يكلمك ياباني، فانتوا الاثنين قاعدين مش فاهمين بعض. تمام. طب ايه الحل؟ الحل ان يبقى في بينكم اوبن كوميونيكيشن وتتحاولوا تتعلموا لغات بعض، تحاول تفهم لغه الحب بتاع الطرف اللي قدامك ايه، وانت تعرف لغه الحب بتاعتك انت ايه، وتعلموها لبعض، وحبه حبه ان شاء الله الدنيا بينكم هتبقى كويسه، وكل واحد هيتعلم لغه الحب بتاعت التاني، والحياه ان شاء الله هتبقى احسن بكتير.